ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم في فيديو جديد من يوتيوب. طبعا كلنا متحمسين للعبه الجديده اف سي 24 اللي هي ما بقاش اسمها فيفا خلاص، اسمها اف سي يا معلم بعد انفصال فيفا عن اي اي. النهارده انا جاي معاكم في فيديو صغير نخش ازاي نعمل لها بري اوردر. طبعا احنا عارفين ان نزل منها نسختين، نسخه الالتيميت ونسخه الستاندرد. الالتيميت هتنزل للناس اللي عامله بري اوردر، هتنزل لهم يوم 22/9، يعني بسبع ايام قبل طرحها في السوق، اللي هي المفروض هتنزل يوم 29/9 عشان تقدر تبني التيم بتاعك قبل الناس والكلام ده كله. تاني حاجه انا جاي في الفيديو ده اقول لكم ازاي تعمل لها بري اوردر باقل سعر ممكن وتاخد احسن خصم ممكن. تمام، طبعا احنا عارفين البري اوردر ابتدى من امبارح وهينتهي يوم 22/8، فلازم تعمل بري اوردر قبل الوقت ده عشان تجي لك المزايا وتجي لك اللعبه يوم 22/9 قبل اي حد. اوكي، اول حاجه عندك اتنين اوبشن عشان تاخد ديسكاونت على النسخه الجديده اللي هي اف سي 24. الاوبشن الاول ان انت يكون عندك لعبه من اللعبتين دول اللي هي فيفا 22 او فيفا 23. لو عندك لعبه من الاثنين دول هتبقى من الناس الاوفياء بالنسبه لاي اي، هيدوك ديسكاونت 10%. ازاي بقى يا معلم تجيب الديسكاونت ده؟ هتخش جوه لعبه الفيفا 23 او 22 لو انت عندك، على الصفحه الرئيسيه كده هتلاقي فيه على ايدك اليمين كده في اعلانات بتجيلك فوق بتحركها بالار. الاعلانات دي يا معلم هتلاقي فيها اللي هي جوين تو ذا كلاب، جوين ذا كلاب اللي هي الفيفا 23. هتدوس ار3 كده لتحت، هيدخلك على طول على الستور مع الخصم. بدل ما نسخه الالتيميت قدامك هي بدل ما هي ب $100 نازله عندي ب $90، فانا ممكن اخش اعمل لها البري اوردر على طول دلوقتي من هنا. لنفرض ان انت ما عندكش لا نسخه الفيفا 23 ولا ال 22، تعمل ايه عشان تاخد ديسكاونت برضو؟ هتشترك في اشتراك الاي اي. اشتراك الاي اي اللي هو الشهري بتدفع له اعتقد $4، ده اشتراك شهري بيديك خصومات عامة على كل الألعاب اللي موجودة في الستور بتاع البلاي ستيشن اللي هي خاصة بإي إي. فكل الألعاب دي أنت بتاخد عليها ديسكاونت، منهم طبعا الفيفا الجديدة، سوري مش الفيفا، منهم طبعا اف سي 24 كمان عليها خصم 10% لو أنت أحد مشتركي إي إي. هتعمل إيه بقى عشان تخش على الموضوع ده؟ هتخش زي الباشا كده على الستور وتروح على اللعبه موجوده اهي الاف سي 24. طبعا انا عشان عندي 23 النسخه بتاعت 23 والنسخه بتاعت 22 فمش طالع لي العرض بتاع الاي اي، طالع لي على طول ايه النسخه هتبقى ب $90 لان انا عندي اوريدي 10% خصم من ال 23. وفي نفس الوقت انا عندي برضو اشتراك الاي اي فمش طالع لي الايكون بتاعت ان انا لازم اخش اشترك في الاي اي. لكن لنفرض انت ما عندكش اشتراك الاي اي ولا عندك 22 ولا 23، فهتظهر عندك السعر $100 وهيظهر لك فوقيها كده ايقونه تانية كده فوقيها مكتوب فيها لو انت مشترك في الاي اي عندك خصم 10%، فهتدوس عليها هيدخلك على الاشتراك في الاي اي، هتشترك فيه وتطلع بعد كده يا معلم هيظهر لك سعرها $90 برضو، او حاجه و$60 للنسخه الستاندرد علشان خاطر تعمل لها البري اوردر بالسعر المخفض ده. وده احسن طريقه تقدر تاخد بيها ديسكاونت، ومفيش طريقه تانية تقدر تجمع بيها ما بين الاثنين ديسكاونت. يعني انا عندي اشتراك الاي اي وعندي فيفا 22 وعندي فيفا 23 بس طلع لي ديسكاونت واحد بس اللي هو 10%، سواء من الستور فاداني الديسكاونت بتاع الاي اي او من جوه اللعبه فهيديني الديسكاونت بتاع لعبه الفيفا 23 على اني من اللعيبه الاوفياء بالنسبه للاي اي. هو ده كان مجمل بتاع ازاي تجيب اللعبه بطريقه فيها ديسكاونت، ازاي تاخد يعني تخفيض عليها. تاني حاجه تعالوا نشوف ايه الفرق ما بين النسخه الالتيميت والنسخه الستاندرد لو عملنا لها طلب مسبق زي ما انت شايف كده للنسخه الالتيميت. اول حاجه في الحاجات المميزات بتاعه النسخه الالتيميت اللي هتعمل لها بري اوردر، لو عملت لها بري اوردر قبل يوم 22/8 في اول حاجه هينزل لك، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هينزل لك كارت هيرو يوم 27 نوفمبر من للتشامبيونز ليج، سواء للستات او للرجاله. تمام، لان انت عارف طبعا ان السنه دي ان شاء الله الستات هيلعبوا مع الرجاله في الالتيميت عادي جدا، ونازل ايكون ستات انا مش عارف ازاي ونازل كمان هيروز ستات، فممكن يطلع لك كارت من ده او كارت من ده. تاني حاجه في المميزات بتاعه الطلب المسبق بتاع نسخه الالتيميت ان انت هيجي لك اللعبه قبل الناس زي ما قلنا بسبع ايام، يعني هتقدر تبني فريقك وتقدر تعمل فريق قبل ما تنزل الشامبيونز الجديده والكلام ده كله. تالت حاجه هيجي لك 4600 كنا بنقول عليها فيفا بوينت، دلوقتي بقى اسمها اف سي بوينت. تمام، هيجي لك 4600 منهم تقدر تشتري باكات، تقدر تشتري
اكسس للدرافت، تخش تلعب لو انت لعيب يعني، خش درافت والعب واكسب باكات، هتبقى باكات دي احسن من ان انت تشتريها اصلا. تمام. تالت حاجه عندك حاجه اسمها الوصول لحمله نايك في الالتيميت تيم، دي يوم 22 سبتمبر في الاول خالص كده، يعني اول ما تاخد اللعبه قبل الناس. تاني حاجه هيديك عنصر معار، هيديك لاعب اعاره 24 24 مباراه برضو من نايكي التيميت تيم. انا ما اعرفش ايه نايكي التيميت تيم دي، حاجه جديده هنشوفها برضو. تالت حاجه هيديك برضو طقم، هيديك كيت من لنايكي. تمام. بعد كده هيديك كمان اول حاجه كارت، ده هيدالك على طول في اول اللعب، كارت من اول اسبوع تيم اوف ذا ويك، يعني لاعب تيم اوف ذا ويك من اول اسبوع، من فريق اول اسبوع. تمام. بعد كده بيقول لك العب قبل 1 نوفمبر لتربح حاله المؤسس. دي حاجات تانية كلها ايه عامه في اللعبه. ده كده اللي بيفرق اللعبه الالتيميت عن اللعبه الستاندرد لو عملت لها بري اوردر. تمام. اهم حاجه في الموضوع بالنسبه لي انا ان هي هتجيلي 7 ايام قبل الناس. دي حاجه كبيره جدا ان انت تاخد اللعبه قبل الناس عامه ب7 ايام، تقدر فيها تبني الفريق بتاعك، تقدر تعمل التاكتكس بتاعتك براحتك، تظبط الدنيا، تتاجر شويه، تعمل شويه كوينز وفلوس عشان لما تخش على اللعبه مع الناس يبقى انت متقدم عليهم شويه. بس كده يا معلم، ده الفيديو بتاع النهارده. قول لي ايه رايك فيه في الكومنتات، ولو اول مره تشوفني بقى لايك وسبسكرايب وشير. اشوفك في فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام.